ايه اللي كان ممكن تعمليه على اساس ما تتحطيش في المشاكل ده، ولا مش ندمانه انك انت بتحاولي انك تدخلي نفسك في كل حاجه؟ في كل الاحوال، انا في حياتي كلها الحمد لله يا رب ما عنديش كونسبت الندم. مهما حصل لي انا حصلت لي حاجات صعبه كتير. كونسبت الندم ان انا اقول يا ريت اللي جرى مكان ده ما بقولوش لسبب، لان اولا دي اختياراتي. انا لو ما اتعورتش مش هتعلم ومش هبقى اتقل واقوى. اصل مش عارف ليه افتكرت الاغنيه اختياراتي. مدمره حياتي فعلا. ده حقيقي. ده حقيقي بجد. يعني هي مدمره، لما حد ده يقول مدمرها بجد. اختياراتي لا يعني ما انت بتقولي دلوقتي مش ندمانه. مش ندمانه اطلاقا على اي حاجه. اي موقف عديت بيه فانا اتعلمت منه. المشكله كل موقف بيكسر منك حته او بيسيب فيك علامه. بس حقيقي العلامه دي هي اللي بتفتح لك ابواب اكبر والله بفضل طيب ربنا. بعد الشركه اللي قلت 8 سنين، كان 6 سنين بالظبط. 6 سنين بعت نصيبي فيها بعد ما توفى شريكي. كان شريكي باشمهندس محمد عيد الله يرحمه. ربنا يرحمه رحمه واسعه. بعد ما توفى هو الحقيقه فتره قصيره. ربنا يرحمه، كان شخصيه رائعه وكنا عاملين شغل حلو مع بعض. شفتي كده، انا دايما بقول ايه، اللي كانوا معايا في الشركه كلهم اصبحوا نجوم في البيزنس ما شاء الله. الله اكبر عليه، كان الله اكبر عليه بجد. وهو على فكره اللي مصمم اليت سكولز، اللوجو بتاعنا والايدنتيتي كل ده انا كنت مشاركه فيه، فكان عليا. ربنا يرحمه يعني رحمه واسعه. بعدها بعت نصيبي فيها.